السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى كده جبت صابون كده من اللي هو بالكيلو. طبعا كانش عندي صابون، وزي ما انتوا شايفين كده هو الصابون ده خفيف خالص وجميل على الايد بصراحة، انا مجرباه. طبعا الازازة ده زي ما انتوا شايفين كده متركم عليها صابون قديم. هنبدأ بقى اللي نغسلها كده ونخليها كأني لسه شارياها جديدة. هنقفل بس الاول من فوق ونبدأ بقى ننضف واحدة واحدة. ده صابون يا جماعة، بس برضو منظرها ما كانش عاجبني، قلت برضو اغسلها غسلة حلوة. دي اول البدايات. بنحضر الصابون، بنحضر بقى مية سخنة وفيها ليمون. طبعا زي ما انتوا شايفين كده المية كانت قطعة، بس برضو هنتصرف. بوريكم بقى السفنجة اللي بنغسل بيها التيفال. واول حاجة بنغسلها في المواعين بمية سخنة كده وليمون وصابون سايل. الكوبايات واحدة واحدة. اللانش بوكس بتاع الولاد برضو كده هناخد كل حاجة واحدة واحدة كده، عشان احنا عندنا ان شاء الله بإذن الله مدرسة. والازايز كده اللي هي بيشربوا منها برضو الزمزميات والحاجات دهية بنغسلها غسلة محترمة واحدة واحدة كده. الفيديو بتاعي النهاردة ان شاء الله هيعجبكم وهيكون عند حسن ظنكم ان شاء الله بإذن الله. هنعمل معاكم كده لقمة بسيطة من بيتنا. هنعمل قلت بقى نحضر كده ونوضب الدنيا الأول. شلت بقى الاطباق والمواعين والحاجات المتصفية الاول، ما بيفضلش غير الكام طبق دهوت اللي انا ايه بنعملهم معاكم. بنسحب منهم. دول بيتنوا محطوطين كده، يعني بنحط جزء في التقفيلة وجزء كده بنسحب منه علشان التقفيلة عالية على ايديا، مش على طول هنشب بقى ونجيبها. لكن انا سهلة يعني بالنسبة لي، بس انا بحب الحاجة تكون اسهل يعني. طبعا اللانش بوكس ده هوت يا جماعة نضيف، بس هو كان مركون، قلت برضو نغسلهم غسلة حلوة. واديني معاكم اهوت. هنغسل بقى كام كمية كده. وطبعا حاطه ميه ليمون اللي انا كنت بنسخن بنعمل فيها الليمون، بنغلي فيها الليمون. عندي برام كده حطاها، بنحط فيها صابون سايل وليمون والليفه اللي هي السفنج ديت السفنجه. نغسل بقى من كل ناحيه كده علشان يتعقم معايا، وهتشوفوا بقى في الاخر هيبقى شكلهم ايه. كل ده برضو لسه الميه ما جاتش. طبعا هنصلي على الرسول ونوحد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا المية برضو ما كانتش جات، وكانت بصراحة معذباني، بس انا قلت ان شاء الله باذن الله عقبال ما اخلص الفيديو هتكون جات ان شاء الله بالسلامة. هنكون دعكت الاطباق بتاعتي كلها كده دعكة بمية سخنة كده وعقمتها تعقيمة كويسة. هنبدأ بقى نخلص كل ده واحدة واحدة. ودي سلكة يا جماعة اللي انتوا شايفينها ديت، السلكة ديت اصلا ليفة سلكة فيها سلك ناعم كده محطوط فيها، ديت بتعيش معايا احسن من السلك التاني. طبعا انا مستغناش عن السلك التاني برضو لانه بيلمع الالمونيا، بس ما كانش عندي المونيا كتير. هي كلها كانت اطباق ومعالق. وطبعا المية السخنة بتخليها ما شاء الله. جمع بقى كل المواعين. وعايزة اقول لكم في الفيديو ده هو بجد بجد انا كنت بشتغل في الفيديو ده هو، وبدعي ربنا في حاجة في دماغي كده، نفسي ربنا ان شاء الله بإذن الله يحققها لي. طبعا هي حاجة مش كويسة، بس انتوا يعني ما ينفعش اللي انا اقول لكم هي حاجة كده ايه. آه، يعني ممكن تزعل حد وكده، بس الحمد لله هتريحني نفسيا بصراحة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده نرجع لموضوعنا. هنغسل بقى كل ده. عايزاكم بقى كلكم كده ايه تدعولي ربنا يريح بالي يا رب. طبعا هي بيوت مقفولة، ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب ان شاء الله. عايزاكم بقى كده ايه كل الناس اللي اشتركت لي والناس اللي زادت معايا في الوقت اللي فات ده هوت، وكل اصدقائي اللي دعموني واللي شيروا لي على الفيس للقناة بتاعتي، شكرا. بس انا عندي مشكلة ان انا يا جماعة المشاهدات بتاعتي برضو ضعيفة. يعني انتوا اشتركتم، الاشتراك بتاعكم شرف ليا، الحمد لله انتوا شرفتوني. بس في حاجة بقى كده ايه ان المشاهدات مش كويسة، فكده القناة مش هتترفع ولا هتكون من شركاء اليوتيوب الا لما المشاهدات تتلم. يا جماعة دول 4000 ساعة مشاهدة، 4000 ساعة مشاهدة، وانا لسه محققتش لسه غير 400 ساعة 200 ساعة أو 200 ساعة حاجة زي كده. يعني أنا مش بتابع في الحاجات دهيت لأن أنا لسه بدري بجد بجد. لو كانت حققت الشروط كانت تم. طبعا أنا عديت الحمد لله بفضل الله تعالى وبفضلكم طبعا.
الواحد لازم يكون مش ناكر الجميل. كل الناس اللي دعمتني لكن المشاهدات قليلة. انا عايزة بقى كده المشاهدات تزيد علشان القناة مش هتترفع الا بفضل ربنا ان شاء الله الاول، ثم فضلكم، ثم ان شاء الله بإذن الله المشاهدات. نرجع بقى لموضوعنا. بصوا بقى، انا مسكت الاطباق اهيت، المية جت اهيت سرسوب صغير. طبعا الطبق ده هوت كان في الفرن، كنت تملي بنساه، هو ضد اصلا ما بيتحرقش على طول، بس كان بيتم في الفرن مدة طويلة، بنكون ناسياه في الحافظة اللي تحت، فبيغير لونه كده. فطبعا هو جميل وزي الفل، نضيف من جوه، بنخليه زي ما هو، بنغسله. كل الحاجات اللي هي عندي، الاطباق المحطوطة ديت اللي هي ايه، مش متهدرة جامد يعني، ان هي مستعملاها نص استعمال خفيف. هنغسل بقى كل كده زي ما انتوا شايفين، هنغسل بقى الكل كده ونشطف معاكم. طبعا انا الفيديو ده هوت كنت عايزة نعمل فيه روتين، بس الحمد لله يعني كفاية اللي انا بس ايه تتابعوني كده وتشوفوا كل حاجات خاصة بالمطبخ. هنبدأ بقى نشطف الزمزمية وكل حاجة. ما صدقت بقى اللي المية جات كده، وقلت بقى ايه بسرعة علشان الصابون لو لزق يا جماعة. طبعا انا كنت مليفة، فلازم الحاجة تطلع بسرعة. عندي بقى الصفاية دي الصغيرة دي، هي لونها كده. هنبدأ اللي انا واحدة واحدة كده ايه نصفي المية، وندعك كده المواعين والاكواز وكل حاجة كده، ما نخليش اي حاجة. بصوا بنحاول اللي انا نفرك فيها كده عشان الصابون. شوفوا هو كان كوم مواعين بس الحمد لله. طبعا بنصلي على الرسول وبنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بصوا ده مجور كده عندي يا جماعة قديم، انا من زمان عندي بقاله فترة. بنغسل فيه كده، بنسخن فيه مية، علشان بصراحة المية السخنة ديت بتعقم الحاجة وبتجيب من الاخر. ودي كنكة برضو انا بنغسلها غسلة حلوة. طبعا انا عاملة استرعة، هو بناخد وقت في الغسيل، بس انا مجرية علشان ما نطولش عليكم. ودي كسلورة بقى عندي، كسلورة كده، كسرونة كسرونة اللي هي بتاعت اللبن، كان لها ايد. طبعا انا بنستخدمها برضو بعد ما الايد انكسرت بنستعملها. طبعا يا جماعة مش بنهدر اي حاجة، كل حاجة غالية. وطبعا وانا شغالة كده على الصبانة ندعك على السيراميك حواليا من الطرطشة، بندعك ونرش برضو في ساعتها علشان ما يتكومش. طبعا المية السخنة دي سحر يا جماعة بصراحة، وفيها ليمون بتخلي الدنيا. طبعا الألمونيا ديت انا بلمعها اكتر من كده، بس السلكة ديت بحدودها كده بالظبط. السلك بقى يا جماعة الفرط اللي انا بنشتريه وبنقطعه، طبعا هو خلصان من عندي ده يا جماعة. بنعيد بقى على الألمونيا بتاعتي، هو مش كتير، بنمسكها نلمعها تلميعة محترمة. وادي الطاسة كنت عاملة فيها تقريبا كبد وقوانص برضو. ديت برضو ايه سايباها كده، ايه هي اللي ايه بنحمر فيها، وبتاخد العلقة كلها بتاعت الزيت والتحمير والحاجات دهيت، بدل ما نهدر كل المواعين بتاعتنا. لا انا عندي حاجات لسه برضو حلوة وجديدة، بس انا برضو مش عايزة نهدر اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده الدنيا غلا، والحاجة مش بتيجي بسهل. هنمسك بقى كده الصينية اللي محطوطة فوق الحنفية دي، تملي محطوطة كده فوق الحنفية، هندعكها من كل الجوانب ويمين وشمال لغاية ما نخليها زي الفل. اي حاجة حواليا بنحاول اننا ندعكها. وطبعا من الركنة كل مرة في المواعين كده بننزلها، ممكن يكون مطرطش عليها اي حاجة وانا بنغسل. هوريكم بقى انا هنعمل ايه دلوقتي. هناخد حبة كده من المواعين والكوبايات يتصفوا عليها، ونفوق الدنيا شوية. فوق كده عند الحوض. طبعا الاحمر اللي في بتاعة المعالق ده يا جماعة منظر مقطع، عشان ما تفكروش ده حاجة. وبصوا المية ده بقى، نطلع المعالق بتاعتي والشوك. الحوض شغال معايا لاني بنقلب فيه على طول مية سخنة وكربوناته، ودي خلطة جميلة خالص للحوض يا جماعة، مية سخنة وكربوناته. بصوا بقى الكمام محبش نبلها بس علشان ما نرفعش، وايديا كلها كده تبان. قلت بقى ايه واحدة واحدة كده خليها زي ما هي تتبل، وبعد كده نغيرها بعد ما نخرج من المطبخ.
بصوا اهم حاجة يا جماعة المعالق تبرق معايا وتكون تمام. طبعا انا لو عندي بقى كده إيه مية سخنة في الحنفية كنت شطفت كل ده بيها، لان المية السخنة بتعقم، بس انا غسلاهم غسلة محترمة، وهي المية السخنة بتخلي الدهون تسيح. هندعك بقى كل حاجة كده، حتى اللي هي المصفى الصغيرة بتاعت الحوض دي يا جماعة بتلملي الشوائب وكل حاجة. دي بقى الحلة التيفال. بعد ما دعكت الحوض لقيتي كنت حطها كده ورا عند الكاميرا، قلت بقى ايه برضو هنمسكها بالسلكة الاول، هندعك الازاز وحواليها، انما جوه اللي الطبقة التيفال دهيت هندعكها بالسفنج. طبعا كلكم عارفين اللي هي عشان ما تتجرحش معايا. واحدة واحدة كده، دعكة محترمة. تخيل لما تبقى عاملة زي المراية بالظبط كده، الازازة بتاعتها تكون زي المراية ما شاء الله. الايد بتاعتها بس سبحان الله لما بنعريها كده بالمعلقة هي الايد بتاعتها مكسورة، بس انا ما نستغناش عنها. بتوريني الرز من الداخل عامل ازاي. بصوا اللمعة يا جماعة في الازاز لازم ما يكونش فيها اي حاجة خالص او شوائب. وانا بحب الحلل ديت. الحلل دي بقالها عندي 14 سنة، 14 سنة عندي وانا محافظة عليهم. في عندي كام حلة كده او اتصل كبيرة هي اللي يعني اسودت جامد من بره، بس انا لما بنغسلها بتروح زي الفل. هنمسك بقى كده السفنجة، هندعكها دعكة محترمة بالسفنجة كده من جوه علشان ما تبص معايا. وده يا جماعة حاجة كويسة خالص للتيفال. عايزة اقول لكم ان التيفال ده بيتجرح على طول من اقل حاجة. وبعدين ده كمان القديم، الحاجات القديمة يعني بتكون احلى من دلوقتي. دلوقتي بقى طالع الجرانيت والسيراميك والحاجات دهيت، بس انا بصراحة ما بنرتاحش الا في الحلل ديت. بس بنخليها للرز او للمكرونة. طبعا انا عندي الالمونيا ده بصراحة روحي. بجد بجد الالمونيا ده كمحترمة كده، الحلة كبيرة نعمل فيها محشي او حلة كبيرة للشوربة ما بتغيرش. بتحس يا جماعة اي حاجة تانية بتغير طعم الشوربة الا الالمونيا. وزي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة بقى هنشطف فيها. خليتها زي الفل. طبعا اللي حواليها ده عايز من السلك التاني، انا بنضفها على طول وبخليها زي الجديدة بالظبط. الحوض بقى بصوا زي ما انتوا شايفين بيلمع كل مرة بندعك فيه، بس انا كنت ناسية دول. هنبدأ بقى اللي انا ندعكه كمان دعكة محترمة، تليفة حلوة كده. نفتح المية شوية كده تسلك معايا والصفاية. اهم حاجة يا جماعة التوكل على الله في كل حاجة كده احنا بنعملها. بصوا الخلاط ده قديم بس ما شاء الله كان بيلمع معايا. يمكن الكاميرا كمان مش مبينة عشان الظل بتاع التقفيلة، الإضاءة ضعيفة. عندي بقى حتة كده حاطة فيها كده نص ازازة من اللي هي بتاعة المية الكبار، قطعاها عشان لو المية قطعت، وحطها على جنب شفافة كده. بندعكها برضو دعكة محترمة. والحوض بقى من الجوانب ومن كل حاجة. هي دي يا جماعة النهايات السعيدة اللي كل ست بيت بتفرح بيها. النظافة بصراحة ما شاء الله. عذرا بقى لأي صوت خارجي كده، مش عارفة أنا ما كل لما نيجي نصور أو نمنتج يحصل أي حاجة. بتاع البصل بتاع الزيت اللي بيتباع، بتاع أي حاجة مش عارفة بيطلعوا لي منين بصراحة. ربنا يرزقهم جميعا، بس أنا بكون زهقانة بصراحة. هنبدأ انا نشطف. وزي ما انتوا شايفين كده في حاجة كده اللي هي بيضة ديت يا جماعة انا هنشاور عليها اهي. الحاجات اللي تحت دي مش بتطلع، دي مش وساخة في السيراميك. انا اصلا بنتابع على طول وبنخلي بالي. ده مكان الجبس او الجبس الابيض اللي بيتعمل بيه الحنفية. ماشي. وتحت برضو ديت انا دعكها دعكة محترمة، مفيش اي حاجة هي كده. وادي البرام بقى اللي انا حاطه فيها، وديت الصفايه هنرجعها. حاجات كده بسيطه في بيتي. انا كل حاجه عندي الحمد لله بسيطه.
سيب المية مفتوحة شوية كده برضو بتسلك دعكة بقى الحوض كده، دعكة محترمة. واحدة واحدة بقى كده خليت الدنيا زي الفل. هنبدأ بقى ايه، بصوا يا جماعة، هو قاعدين بس شوفوا اللمعة ده. هو طب اقول لكم ده اسمنت مش بيطلع ثابت. ان شاء الله باذن الله كده هنبقى نجيب حاجة كده ونبدأ اللي انا نحكه جامد علشان يطلع من السيراميك، ماشي، او نشوف له تصريف. فطبعا الحوض بقى زي ما انتوا شايفين كده دربكة كتير. نبدأ بقى كده ايه، المواعين اللي كنت سايباها بتتصفى دي هناخدها نرجعها تاني في النظافة على الحوض. الحاجات دي بقى مكان الجلمطة هنبدأ نشيل كل حاجة، مش هنخلي اي حاجة على الحوض خالص علشان هنليف الحوض الرخامة، عفوا بالحيطة هنخليها زي الفل. هنمسك كل حاجة كده، طبعا مش هنتن واحدة واحدة. هنجيب كده ايه ده هو الصاج معايا بتاع الفرن. نلم بقى العروسة الصغيرة بتاعت السبوع اللي انا حطاها عندي ديت. هنمسك بقى كل حاجة من دول كده ما شاء الله، نلمعها. ده يبقى ايه، هناخد ده كده نغسله على الحوض. بصوا العروسة دي يا جماعة كانت جايلي في اسبوع، عقبال يا ربنا يدي كل مشتاق يا رب. وزي ما انتوا شايفين كده بقى ايه، بتاعت السبوع دهيت هنغسلها غسلة محترمة. بصوا هي مش هينفع تتمسح لانها فيها تعريج، وهي جميلة خالص، انا بنحبها بتبقى في المطبخ كده حلوة. هنمسك بقى البرطمانات كده، انا ده كنت غسلاه، هنركنه برضو في مكان. واحدة واحدة كده ايه من كل دول هنبدأ اللي انا نمسكهم واحدة واحدة. مسحة كده يا جماعة من غير صابون ولا اي حاجة. حتى الليفة اللي معايا ديت انا غسلتها بليمون كده بمية من الليمون، وشطفتها شطفة حلوة علشان التوابل بالذات عاملة ما تلقطش اي حاجة. وادي البرطمان الازاز كده، كل مرة بنجيب برطمانات من اللي هي فيها سلك، واللي هي داخلة بيها اللي هي فيها صيني وحاجات من دهيت وحاجات كده كلها مناظر. بصراحة ما نفعش معايا الا البرطمان ده. وطبعا انا عندي مناديل بعد كده هنشف كل ده عشان لو في حاجة مبلولة. هناخد ديت زي ما قلت لكم. عندي شمع ورا كده بنولعه في المطبخ، الحتة اللي ورا الصاج دهيت برضو. واحدة واحدة بقى كده ايه، هنمسح كل ده ونركنه على جنب. وادي الشمعة اهيت يا جماعة برضو هناخدها كده برضو نحطها على جنب، ماشي. هنلم بقى كده حبة صابون كده زي ما انتوا شايفين في الخيال، وهندعك بقى كل الرخامة ديت اي حاجة عليها، اي جلمطة. هنثبت الكاميرا اي بقى كده مكان طماطم، مكان ايدان، مكان اي حاجة. هنبدأ اللي انا نمسح واحدة واحدة، والحيطان مكان بقعة او اي حاجة. صلي على الرسول، نوحد الله. وسنة سنة كده معاكم ايه نمسح فيها لغاية. بصوا ده اثر يا جماعة مش بقع بس، اثر انا عندي اصلا الحيطة كان مكانها الاول جلمطة وحاجات بس مش مني، من اللي كانوا قاعدين فيها قبل كده. وطبعا لما اتبيضت اللون طبح تاني عليها، وهي ما كانتش مني الجلمطة دي خالص. فطبعا طبعا لازم كل شوية اللي انا نمسح، ما نخليش اي حاجة خالص. وهي الحيطة زي ما انتوا شايفين كده زي الفل. هنبدأ بقى، انا بقى لي سنتين هنبدأ بقى كده فيها. لو هي كان فيها حاجة كانت اترقمت، بس انا اول باول. والرخامة دي يا جماعة ما ننصحكمش تجيبوا منها لانها الرخامة طلعت مش كويسة. بنحس اللي هي بتنقر كده مني، فعشان كده مش بنعمل عليها كل حاجة، بنعمل على الحوض الاستانلس. لكن لو في حاجة معجنات او اي حاجة طبعا بنغسلها الغسلة المحترمة زي ما انتوا شايفين كده. ومنظر كده الشفاف اللي ورا ده برضو ده جنب البوتاجاز بالظبط. هنبدأ، انا كنت مورياكم غسلة معاكم البوتاجاز قبل كده في الروتين. نمسح بقى كل حاجة كده، مش هنخلي اي حاجة، هننضف الدنيا خالص.
طبعا في صابون بس انا مش عايزه رغاوي كتير، لاني هنجيب مش هينفع نرش، هنغرج الفرشه اللي في الارض. وطبعا انا عامله كل حاجه وغسلاها وفرشها نظيفه. هي تنظيفه كده ايه، يعني روتين كده يومي كده بنعمله. ورقه كده برضو كانت فوق كده عند الفيشه اللي احنا نقلينها دي. هنبدأ واحده واحده كده نمسح، نشطف بقى ايه، ننزل كل الصابون والاوساخ اللي في ديت ونرجع بيها. كل شوية نمسحها، كل ما نمسحها بنطلع فيها اي حاجة، يعني عفرات ترابة اي حاجة. هي الدنيا نضيفة زي ما انتوا شايفين كده، والمية رايقة. بصوا المية يا جماعة، بس كل ما نيجي نعصرها بتتعكر، يعني معنى كده اللي ايه اهو. نبدأ بقى نلمع واحدة واحدة. بصوا الحيطة شكلها ايه، اللون اللي هو الموف الفاتح خالص ده، بس هو مش ظاهر في الكاميرا. لما بقى كل ده معاكم، مش عايزة نطول عليكم، عايزة احكي لكم قصة صغيرة كده عن هنا بنتي. هنا بنتي النهاردة الجمعة طبعا قالت لي يا ماما انا رايحة نصلي. قلت لها يا هنا مينفعش تمشي يا هنا كده، قالت لي لا يا ماما هنروح نصلي كل جمعة يا جماعة، عايزة تروح المسجد وتصلي. طبعا مش هينفع نحوشها، بس الخوف بس عشان هي صغيرة وقلق وكلام من ده. قالت لي يا ماما انا هنروح نصلي. لما راحت صلت وجات جاية تقول لي يا ماما الخطبة الشيخ بيقول آه يعني خليكوا كويسين واسمعوا الكلام. طبعا انا قلت لها يا جهنم، انا فرحت بيها خالص. قلت لها طب انت هتسمعي الكلام يا هنا؟ قالت لي هنسمع الكلام يا ماما. قلت لها طب روحي بصي ما تزعليش جنى خالص، وروحي خدي الكيس اهوت بتاع الزبالة اللي في المطبخ لا مؤاخذة. وقالت لي طب يا ماما هنروح. زي ما انتوا شايفين بقى، مش هنطول عليكم عشان ما تزهقوش. فضيت بقى كده كيس الملح، ورجعت كل حاجة زي ما هي. وطبعا الحاجات اللي انا حطاها ديت خشبية علشان لو في حلة ولا حاجة. مسكت بقى معايا الخضار كده. بصوا يا جماعة، الرخامة دي حاجات ثابتة فيها مش بتطلع. بصوا ده بقدونس وكزبرة وشبت، جايباهم بنغسلهم غسلة حلوة، بننقعهم شوية كده برضو لو في اي حاجة بتنزل منهم. عندي دول قد بعض، عندي بلاستيكات كتير يعني الحمد لله، بس انا بنحب اللي هي الطولية دي عشان لها غطيان. ديت كانت بتاعت حلاوة اصلا، علب من بتاعت الحلاوة بلاستيك. بس جميلة خالص يا جماعة لانها لها غطيان. بصوا حتى شوفوا الصورة من الجنب. جبت بقى الطماطم غسلتها وسبتها تتصفى على الرخامة في النظافة، والبرتقال برضو نفس النظام. كنت شارية الخضار بتاعي، يعني حاجات بسيطة كده على قدي. وهنا طبعا البطاطس مش هنمسكها عشان ما نوسخش ايديا. النهاردة ان شاء الله بإذن الله الاكل بتاعنا هيكون صينية بطاطس. الاكل بتاعنا ان شاء الله النهاردة هيكون صينية بطاطس وفيها جزر وغنية خالص معايا. ما شاء الله بجد يا جماعة طعمها طعمها بصوا احنا كلناها، يعني انا بنمنتج بعد ما بناكل الاكل اللي احنا عملناه في الفيديو. بصوا الطماطم جميلة خالص، جايبة منها جامدة. كل الطماطم اللي اليومين دول كده يا جماعة، بصوا دي طرية شوية انا جايباها علشان هنعمل بقى البطاطس. وادي البرتقال غسلاه، ممنوع اللمس طبعا، الطينة دي اللي بتحافظ عليها. كان معايا برضو خيارتين كده حلوين وجزرتين برضو حطيتهم كده ايه يتغسلوا معايا غسلة محترمة. يعني زي نص كيلو خيار كده، وتلاتة تقريبا، واربع جزرات، ربع جزر. مش عايزة، مش بنكتر في الخضار كتير علشان ما يبص عندي في التلاجة. بنحب الحاجة كده تكون طازة اول باول. مسكت بقى البطاطس كده هنقشرها الاول، وهنجيب كده إيه بلاستيكة من اللي هي مصفى. خلي ديت كده للاخر، وباقي الحاجة كده ايه تتصفى على جنب. صفيتها ونشف تنشيفة محترمة بفوطة مطبخ نضيفة غير اللي انا بنمسح بيهم.
وكل حاجة تترص في مكانها. هنمسك بقى كل ده كده نقشره. ادي هي جبتها معاكم علشان لما نغسل ينزل منها اي اوساخ من بين كده زي المصفى، زي ما انتوا شايفين كده يعني. اي اوساخ هتنزل كده من الفتحات ده هي. نبدأ بقى نقشر فيها كده واحدة واحدة علشان هنعملها حلقات معاكم، تقشير كده محترم. عايزاكم يا جماعة كده وانتوا شغالين كده. اليوم النهاردة كان يعني كمان التصوير ده بيبقى فيه اختصارات ياما. انا ما شاء الله بصراحة طول النهار كنت واقفة في المطبخ ما بنغسل مواعين وسيقت السلم وغسلت العتب ودعكت الحمام. طبعا بيبقى يوم كده كل نظافة بنظافة، بتغيير فرش السرير بسراير الأولاد، الدنيا كده بكنيس الصالة. حتى لو عندي غسيل طبعا الغسيل ده موجود على الحبل على طول. ده بقى لسه هنلمه، بنسيبه للآخر كده، وبعد ما نلمه هنطبق كل ده بقى يا جماعة. بيبقى يوم كده من أوله كله. حتى رحت أول ما بدأت كده قمت من النوم اتسوقت على طول وخلصت كل حاجة. طبعا كل حاجة إن شاء الله بتطلع حلوة وجميلة عشان احنا بنبقى عايزين نطلعها حلو برضو، ما نهدرش أي حاجة مننا، وربنا يحسن ما بين إيديكم وإيدينا يا رب إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى هعمل سلسله فيديوهات يا جماعه عن الروتين. ان شاء الله باذن الله هنبدا بقى نغسل كده البوتاجاز غسله محترمه، بالغسله بالازاز من الداخل من الخارج بالخزان اللي تحت، بطريقه كده حلوه كده، ما نضيعش فيها وقتنا. وعندي خلطه كده رهيبه بصراحه هتتفاجئوا بيها. الفيديو ده ممكن ندمجه مع الفيديو ده، او ننزل فيديو البوتاجاز لوحده. هنشوف ان شاء الله باذن الله زي ما ربنا عاوز هيكون. معايا بقى كبدايه كده وقنصايه. طبعا انا كنت جايبه صدرين وقسماهم على 4، وكان في كبده وقنصه عندي اهوت الصدور اهيت. طبعا انا هنشطفهم شطفة حلوة كده. هم في مية اصلا شطفتهم كذا مرة. هنحط بقى عليهم عشان يتركنوا معايا في محلول النقع اللي انا بنعمل فيه كل مرة. طبعا ليمونة محترمة وعصرة هنا. طبعا مش هنحط الكبدة علشان بتنزل اي دم كده مع الفراخ. طبعا الكبدة دي يا جماعة بتكون لوحدها، بتتشطف شطفة لوحدها. علشان هقول لكم هنعمل بالكبده طبعا بنحط بقى الدقيق، والدقيق ده يا جماعه بيسحب اي زفاره من الطيور، والملح بيدي طعم التمليح كده هو برضو للفراخ. وكمان بصوا محلول النقع هنركن بقى كل ده على جنب كده، ولو عندكم خل ضيفه. وادي عصرت عصرة محترمة كده. هناخدهم بقى كده نقطعهم حتت صغيرة علشان هنعمل الرز بالطريقة الحلوة اللي انتوا بتحبوها. جبت بقى صينية محترمة كده كبيرة مقاس كبير. المقاس نمرة 2 عندي، يعني يعتبر نمرة 1 الأكبر، ودي نمرة 2 و3 بتبقى تقريبا مقاس 22. نقطع بقى البطاطس كده وهنشطفها كمان. كل مرة يا جماعة بنخرط فيها البطاطس بنقطعها تقطيعة في حتة كده جت معايا خفيفة بس مش هتزعل يعني. تقطيع كده لا هي سميكة ولا هي رفيعة، واحدة واحدة كده. في الصينية المحترمة ديت بعد ما نشطفهم هنركن البطاطس على جنب زي ما انتوا شايفين كده وسط، علشان ما تتهريش معايا الفراخ بتطيب، لان احنا عايزين الفراخ تطيب ولا تكون نية معايا من كتر سمكها.
هناخد بقى كل الحاجات دهيت، نصفي الخضرة كمان مرة تصفية كده محترمة، وهنحطهم بقى بعد ما تتصفى التصفية الحلوة ديت في كيس، علشان الكيس يحافظ عليها كده ايه فريش. ناخد منها كام عود كده، وهناخد منها برضو عود للبطاطس دلوقتي. وزي ما انتوا شايفين كده هنحضر بقى للبطاطس. معايا بقى طماطم، 4 طماطمات كده كبار، وبصل يا جماعة. البصل عشان يكون عندكم فكرة لما بيخلص بيزرع، فطبعا انا هنمسكه النهاردة برضو هنعمله معاكم، هنحفظه وهو متخرط ونسحب منه واحدة واحدة. هنجيب بقى الصينية كده قدامي عشان تشوفوا معايا. بصوا زي ما قلت لكم هنركنها على جنب. خرط كده البصل كده ايه جوليانو كده ايه، حاجات رفيعة خالص زي ما انتوا شايفين، إيه تقطيعة وسط كده. انا جبت بقى ايه البصل خلص من عندي، فالبصل ب10 جنيه. إيه لقيت دهوت كده جميل كده ايه, إيه عنده، رحت جايبة منه الكيلو ب5 جنيه، لان ده يعتبر فيه اللي هي التزريعة الخضرة دي. بس زي ما انتوا شايفين يا جماعة ما فيهوش اي حاجة، جميل خالص. حتى الحتت اللي هي فوق دهيت برضو انا بنحبها. طبعا انا قاطعه الشراشيب بس سايبه دي عشان تحكم معايا البصله في المسكه. بصوا بنقول لكم عشان نعرف نمسك. هنبدأ بقى نخرط واحدة واحدة. أنا بنحب أصلا البصل الأخضر لما يتحط مع ده، وده طبعا مزرح كده، أنا مش جايباه مثلا لرخصه، أنا جايباه لأني بنحب البصل لما يكون فيها تزريعة كده ما شاء الله بتبقى جميلة بصراحة. هنبدأ بقى ايه نخرط كده. بصوا انا بقول لكم هو ده اللي انا ايه بيديني طعم يا جماعة. إيه طبعا الحاجة التوم برضو مسكته لما كان قبل اوانه وفرمته. إيه ولما خلص برضو عندي البرطمان، قلت برضو ايه اشتريت من اللي هو الخلصان الاخير، قلت بقى هنجيبه ونفرمه. وزي ما شفتوا في الفيديو اللي فات مسكته كده فرمته فرم محترم، وهنوريكم دلوقتي البرطمان وانا بناخد منه. انا عايزه طبعا ايه حاجه تكفيني لما التوم التاني يجي. هنشطف بقى، ناخد البصلة دي هنعوزها، مش هنحضر اي حاجه، هنشطف الجزرايه مكان ايديا وهنرجع تاني. هنصلي على الرسول ونوحد الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعاء فك الكرب ده يا جماعه ما تنسوش على طول. عايزاكم كده ايه معايا على طول كده في كل فيديوهاتي. لو في اي حاجة مش عاجباكم تقولولي، لو في اي تعليق ايه كومنت كده يكبر الخاطر. برضو الجزر ده يا جماعة رهيب مع البطاطس، بيدي طعم جميل للبطاطس. إيه كل مرة بنحط حاجة يعني شوية كده. انا عملت الصينية ديت قريبة كده من ورقة اللحمة شوية، لانها فيها كل المكونات بتاعتها البطاطس والجزر والفلفل، بس هي صينية بطاطس بالفراخ. بس حاولت ان انا اغير منها زي كل مرة. مسكت الطماطم كده بقى كلها، طلعت كده القمع اللي فوق دهوت، لان ممكن يدخل منه اي حاجة. احنا الزرعة بتكون لما بتكون في الارض ممكن اي حشرة بتخترقه. طماطم ماسكة جميلة زي الورد معايا اهيت ومفيهاش اي حاجة، بس لازم برضو بنقطع الجزء ده. هخرط بقى خرط كده زي السلطة او طرنشات او خرط صغيرة. كام طماطمية كده محترمة، انا بنحب نعمل بالطريقة ديت. وان شاء الله بإذن الله هنعمل بقى صينية بطاطس. المرة الجاية هنضرب الطماطم في الخلاط. هنظبط بقى الكاميرا كده واحدة واحدة مع بعض. هنكمل باقي التقطيع. يا جماعة انا عايزة اقول لكم حاجة بقى بخصوص الامتحانات وكده. الناس اللي بتقول الولاد اللي ما جابتش مجاميع كويسة مستقبلها راح، او السبب في الكلام ده الام. لا والله الام ما هيش سبب خالص. الام لما تكون بتشتغل وبتراعي بيتها وبتراعي ولادها وشايلهم مسؤولية ان هم ما لهمش حاجة بس غير المذاكرة،
غير الست اللي قاعدة في البيت. طبعا انا مش بنقلل من مجهود اللي قاعدة في البيت، كل واحد اكيد بيتعب، لا اللي قاعدة في البيت مرتاحة ولا اللي بتشتغل مرتاحة. بس ما نحاولش لو ام مثلا حتى لو كانت بتشتغل ما قصرتش مع اولادها في اي حاجة. انا ما قصرتش مع ابني في اي حاجة خالص الحمد لله. وانا كانت نفسيتي اليومين اللي فاتت تعبانة عشان جاب مجموع، بس ان شاء الله باذن الله انا اتصالحت مع نفسي وحمدت ربنا. قلت لابني ان شاء الله تعوضها، وكده كده كلك ان شاء الله هيدخلوا ثانوي عام باذن الله واحلى كليات بفضل الله. بدأت بقى هنا معلش عشان الموضوع ما ياخدناش، نحط الفلفل والملح والبهارات بتاعتنا، هنقلب بقى كل ده على بعضه، وهنجيب بقى في الاخر كده ايه عود بقدونس. وده بقى اللي قلتلكوا زي ورقة اللحمة بالظبط، ضفت شوية خضار على صينية البطاطس كأنها ورقة بطاطس، بس يفرق الفراخ بدل اللحم. وفي الصينية بصوا اللي في الصينية دي يا جماعة الورق بتاعها، لأنها كانت طبعا جديدة واتحرقت كده في الفرن، فالورق بتاعها ثابت مش بيطلع خالص. حتى لو أنا مش عايزة نجرحها، وممكن يطلع بس مش عايزة نجرحها، يعني ايه بندعكة ضحكة محترمة كده، ومش بنجرح الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده من الجنب لازقة فيها. ده لزق ورق يا جماعة. كده بقى هنحط بس الثوم المفروم، بصوا فاتح يا جماعة ازاي. كل حاجة انا بنعملها في البيت ما شاء الله بتبقى رهيبة بصراحة. الثوم بالمكونات اللي انا حطيتها عليه، وان شاء الله الثوم الجديد باذن الله اول ما يطلع هنعمل معاكم فيديو برضه، هنعمل منه الثوم البودر، وهنعمل منه الثوم اللي احنا بنشيله العيدان بتاعته اللي ممكن نحطها مع السمك في الفرن في صينية، او نخرطه كده مع شوربة او نحطه مع اي حاجة كده. كل المكونات دي يا جماعة اهم حاجة ان احنا نفركها كده جامد، نخليها تنزل كل السوائل اللي فيها علشان هنحط الفراخ فيها تتدبل. طبعا كل ما بندبلها كده بتنزل عصارة معايا. طبعا العصارة دي كلها هنحطها هنحط فيها الفراخ وهندبلها معاكم زي ما انتوا شايفين. هنكمل بقى كلامنا. اللي بيقولولي يا طبعا انتي اهملتي في ابنك. يا جماعة هو في حد يكون مجروح تحطه على الجرح ملح؟ يعني انا طبعا مجروحة علشان ابني، بدل ما حد يواسيني يتقلي في ساعتها. انا مش بننسى خالص اللي بيحصل ده. انا مش فارق معايا اصلا حد يقول لي ولا حد كده، والله يا جماعة ما فارق معايا. انا كل اللي مزعلني حاجة واحدة بس، ازاي انساه؟ انا لما بنلاقي حد موجوع بنكبر بخاطره. وبعدين اللي بيقولوا لي كده ايه، ما هم مش كانوا يعني من الممتازين، والله يا جماعة ناس يعني كانوا طلبة عادية خالص. انا زعلت جوا مني زعل، ازاي على نجاح ابني؟ يعني انا زعلت، ما تجبروش بخاطري. ليه؟ ليه ما تقولوليش مثلا ايه ان شاء الله هيعوض؟ انا مجروحة. بصوا مهما تقولوا مفيش حد هيكون زعلان زي الام. لا فارق معايا نجاح حد جه طلع من الاوائل او اي حاجة من ديت، مش فارق معايا. انا عايزة الناس تجبر بالخاطر، تجبر بخاطر غيرها. يعني انا كنت بنشوف ناس فشلة، وقسما بالله العظيم فشلة، جايبين اقل من ابني خالص، ورغم كده كنت بنقول لهم ان شاء الله باذن الله دفع للامام جبر خاطر. إيه ان شاء الله هتكونوا كويسين، ان شاء الله هتنجحوا، ان شاء الله هتكونوا حاجة كويسة. يا جماعة الطاقة السلبية اللي بيدوها للناس دهيت ممكن تخلي الواحد، ممكن تخلي ابني ما يدخلش الامتحان الترم التاني، او يزعل، او نفسيته تتعب. ليه؟ طبعا هي مش بتبقى فارقة مع الولد زي ما بتكون فارقة مع الأم. زي ما انتوا شايفين ولادنا أصلا بيكون قلبها جامد من الحاجات دهيت. إن شاء الله بإذن الله هينجح وهيكون زي الفل بإذن الله، وهيدخل ثانوي عام وهيكون حاجة كبيرة بإذن الله وبفضل الله. طول ما ربنا في ظهرنا
ما نخافش من اي حاجة ان شاء الله، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. وانا ان شاء الله في ظهر ابني باذن الله لما يكون حاجة مشرفة باذن الله. الام طالما متعلمة، الولد ان شاء الله هيكون متعلم وان شاء الله احسن مني باذن الله. ومش زعلانة، الحمد لله، كله فضل وعدل من ربنا. جبت بقى كده زي ما انتوا شايفين، دي خربشة في الحلة، حاجات بسيطة كده بس انا حافظت عليها، كانوا ولادي بيغرفوا بالمعالق الحديد. حطيت شوية زيت، خرط بقى بصلة كده خرط صغيرة محترمة علشان هنعمل الرز، وسبت بقى البطاطس تتدبل وغطيتها تخريط كده حلو كده ايه علشان تكون ظاهرة معايا. انا بخرط اصغر من كده بس انا عايزة بقى كده تخريط عشوائي كده للبصلة، علشان هنعمل شوية رز تحفة بصراحة يا جماعة، بجد بجد. احنا طبعا الفيديو ده بينزل بعد ما بنكون اكلنا الاكل وخلاص والدنيا تمام، واحنا يعني بيبقى خلاص على المونتاج. بنعمل بقى واحدة واحدة وحمر كده البصلة. حضر بقى المعلقة الخشب ونبدأ كده ريحة البصلة كده تتدبل كده. عايزة البصلة تدبل معايا. هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش يا جماعة هنحط بقى عود قرفة كده برضو. الصلاة على الرسول دهيت بتجعل في بيوتنا بركة. ما نقولش بقى الدنيا غالية والدنيا كذا، لا، الحمد لله بفضل الله تعالى كل حاجة بإذن الله هتكون تمام وحلوة بفضل ربنا. عارفين يا جماعة انتوا حتى لو مثلا الفراخ غالية والحاجات دي غالية، ممكن لو هتجيبوا ورك وتقطعوه قطع قطع وتعملوا لهم طبخة، احسن ما تجيبوا دريفلي، احسن ما تعملوها ارديحي. هتجيبوا كبد وقوانص وهتعملوها لهم. انا عملت اكلات اقتصادية ياما يا جماعة بصراحة. انا عملت بطاطس من غير لحمة. نزلت بقى بمعلقة الكركم، هنحط الملح، كل ده برضو كده بصوا ياخد لون معايا. نزلت بقى بالكبدة بصوا والأنثى اللي معايا دي بقى هتخلي الرز جميل بصراحة ورهيب. نديها تشويحة حلوة كده وملح وفلفل وبهارات. لو عايزين تعملوا اي حاجة في بيوتكم هتعملوها. انا عملت المكرونة البشاميل بالكبد والقوانص قبل كده، وطبعا عملتها باللحمة المفرومة، طبعا عملتها بجبن ماكس جبن، حتى الجبنة اللي هي القريش عملت بيها حطيتها على الوش، كانت تحفة بصراحة. احنا ما نوقفش نفسنا على اكل معين او حاجة معينة، احنا بناكل كل حاجة وبنعمل كل حاجة بفضل ربنا، طول ما في خير كده وبركة ونصلي على الرسول ونوحد الله الدنيا تمام يعني وحلوة. بصوا بقى انتوا ما كنتوش متخيلين الريحة طالعة عليا ازاي. انا كنت موجهة الكاميرا بصوا وغطيتها بقى كده علشان ايه تتبخر معايا. خدت بقى البطاطس بالفراخ حطيتها كده تاخد لها غلوة، وهنوطي عليها كوباية كده نص كوباية من المية علشان تبخر معايا الخضار ده هوت ويبقى فيها صوص كده من جميل كده. لما تعمل معايا هنجيب بقى ايه غطا كده محترم ونغطيها. لو لاحظتوا كده انا جبت بقى يا جماعة معلقة كده سمنة حلوة هتخلي الصينية بصراحة جميلة، وغطا كده على قد الصينية ديت، لان الصينية دي ما عنديش غطيان ليها، بس سبحان الله الحلل ديت حلت غطا حلة الكسكسي، شفتوا المقاس جه عليها بالظبط. وهنوطي عليها ونسيبها بقى مع نفسيها كده تدوب كده. بصوا عود القرفة اللي انا حطاه. بنجيب بقى القرفة دي لو في كبسة ولا في اي حاجة كده بنعملها، وساعات بنجيب القرفة دي يا جماعة بنحط عليها مية سخنة ونسيبها كده ايه في ازازة ازاز، وبنسيبه لما تبرد بتنزل تسكيرة وجميلة خالص للمعدة يا جماعة. مشروب جميل من غير سكر. بصوا السمنة، مسكت بقى السمنة كده حطيتها برضو عشان نزود علشان الرز، ما كناش حاطين الا معلقتين كده من الزيت.
هنقلب بقى تقليبة محترمة. بصوا بدأت الريحة تطلع والكبدة والقنصة طابت معايا اصلا لان انا غطيت عليه واحدة واحدة كده. هنبدأ الرز بقى نقلبه تقليبة برضو ونديله تشميعة حلوة. بجد بجد يا جماعة انا كنت فرحانة وانا بنسجل الفيديو ده، كان ربنا مسهل كل حاجة. ما عنديش حامل، كنت مثبتة الكاميرا في برام جنبي على عين البوتاجاز. والله والله كل حاجة بالبركة. ان شاء الله باذن الله. انا طبعا ما ربحتش من القناه، بس ان شاء الله انا عديت الحمد لله الشروط، فاضل بس المشاهدات. عايزاكم بس كده تعلوا المشاهده شويه. هنقلب بقى كل ده مع بعضه تقليبه حلوه كده، ومش متخيلين الرز كان ريحته رهيبه ما شاء الله بصراحه. كل حاجه كده بترتيب واحده واحده، مش افتكاسه يعني، مش بنعمل عزومه. عارفين يا جماعه لو عملت عزومه او مثلا بنعمل لفرح، والله العظيم هيكون مش تعب زي ما بنعمل كده، لان هي بتبقى كمية على بعضيها كبيرة، وهي هيها يعني ايه اللي بيعمل الصغير بيعمل الكبير. هنعمل بقى ايه، هنزود كده من الكركم ونشوف بقى البخار وطلع الريحة ايه، مش متخيلين بقى توم وبقدونس وجزر وبطاطس وطبعا بصل وطماطم وفلفل وقرن فلفل حامي كده، نص قرن حامي برضو. خد تشميعة كده ولون من كل ناحية ما شاء الله، يطلع معايا مفلفل وتحفة بصراحة ما شاء الله. حضر بقى المية كده، طبعا انا حاطة عليه فلفل وحاطة كل البهارات علشان الرز بتاعنا يتاكل اكل ما شاء الله. خلصت بقى كل ده كده، هنسيبه بقى شوية كده محترمين. بصوا بنتقل عليه عشان يحصل له كده قرمشة من تحت كده، برضو ديت بتدي طعم يا جماعة للرز. وعليت عليه النار زي ما انتوا شايفين كده، وهنرجع بقى بعد ما يغلي معايا ونحط، بعد ما نحط المية ويغلي هنيجي موطية النار عليه. بصوا المية لما هتتحط بصراحة، انا جيت بقى هنا قلت ايه، هنجيب كيس وهناخد بقى البقدونس ده كلته نحطه في الكيس، علشان إيه، طول ما هو مبلول هيعجن وهتبوظ على طول. انما لما نجيب مثلا كده وينشف معايا زي ما انتوا شايفين كده غسلة محترمة وترعرع الخضار بتاعنا ده والورقيات دهيت، تتحط في كيس كده هتتن فريش وزي الفل اهي. كيسة كده نضيفة نطلع منها الهواء، هنحطه في التلاجة كده، نسحب منه الكزبرة لو في قلقاس او اي حاجة، ولو في سلطة بنحط برضو من الشبت والخضرة والكزبرة والشبت. ادي القرفة اهيت عايمة على الوش، والبصل بتاعنا اختفى، مفيش الا طعم البصل بس في الرز. وادي اللون بتاع الرز بتاعنا، والكبد والقنص طابوا. هناخد بقى ديت كده على الشواية تحت، تاخد لها لون كده وتحميرة حلوة كده وقرمشة للبطاطس. عندي بقى عايزة نعمل كده عصير كده، طبعا انا غسلة الرخامة كل شوية على هذا الحال. هنقطع بقى كده ايه، قلت نعمل عصير الاول وبعد كده هنضرب في الكبة بعد ما نغسلها غسلة محترمة. هنعمل بقى معاكم البصل. قلت بقى نعمل كده ايه، تقشيرة كده حلوة للبرتقال مفيهوش بذر كده وجميل. انا بنحب الحاجة الصغيرة يا جماعة، مش بنحب الحاجة الكبيرة. بصوا مغسولة نضيفة، انا بنقول لكم انا غسلاها غسلة محترمة علشان لما نقشر ونمسكها ما يدخلش في الثمرة من جوه، وبعد كده نحط في الخلاط ونضرب بالوساخة. لا، نغسل الاول الحاجة قبل ما نقشرها، ما عدا البطاطس. البطاطس طبعا مش بتتغسل، بتتقشر وبعد كده بنغسلها واحدة واحدة كده بقى، وهتشوفوا هنعمل معاكم احلى مشروب يا جماعة بجد، جربوه. مش برتقان بس،
احنا هنحط معاها كمان ايه حاجات كده، ولو عايزين انتوا بعد كده تبقى تضيفوا اي اضافات كوكتيل يعني كده ضيفوا. انا كام برتقانه كده صغيره بسره هنقطعهم التقطيع دهوت كده. ما شاء الله بجد. كان مشروب رهيب. ما حطيتهوش طبعا في التلاجة، ده كان بره عشان الدنيا ساقعة زي ما انتوا شايفين. قلت بقى ايه يتم بره. قشرت بقى كل الكمية كده، وقلت ولسه في حاجة كمان يا جماعة هنعملها معاكم هتتفرجوا خلاص عليها. بجد يا جماعة كل حاجة دلوقتي بقت بتتخزن، يعني لو عندكم حاجة هتدبل ممكن تخزنوها عشان ما تتبلش معاكم وتتلقح وتتهدر. لا، البرتقال بقى كده هنمسكه هنحط عليه كده شوية من المية، شوية كده صغيرين علشان ما ايه يبقى التركيز بتاع العصير ده حلو. بصوا، هو بس انا حطيت لغاية هنا كده. هنحط بقى عليه كده ايه طبعا ثمرة كده من البنجر اللي انا خزنته معاكم، وانا كنت مخزناه مكعبات علشان كده. بصوا 2 كده من البنجر، وواحدتين كده من الفراولة برضو. ولو عندكم موزة بقى حرنكش اي حاجة حطوهم، وسكر. ولو مش هتحطوا سكر مثلا وحد فيكم مثلا كده السكريات غلط عليه، حطوا عسل ابيض. في حاجة بقى نسيت يا جماعة اللي انا نحطها بصراحة، الليمون. بصراحة كان هيفرق معايا في العصير ده. هو انا عندي ليمون وكان هيفرق. بصوا اللون يا جماعة ما شاء الله، اورانجي بقى مع احمرات مع كده، عطاني اللون اللي هو الجميل ده. بصوا عطاني لون كده ايه بينك كده حلو كده خالص. هنضرب بقى ضربة محترمة. وعندي بقى كده اللبانة بتاعتي ديت، انا عندي كوز بس ما كانش هياخد الكمية ديت، وعندي زايز ازاز طبعا. قلت بقى ايه في اللبانة احسن، وبعد كده نفضيه في كوز. هنقلب بقى ان شاء الله باذن الله. هنطلع بقى الاكواز بتاعت رمضان والحاجات الحلوة اللي احنا شايلينها. هنحط بقى كل ده. بصوا شوفوا اللون يا جماعة، بامبي كده حاجة كده ايه عاطية على الالوان كده رهيبة كده ما شاء الله. طبعا البنجر فيه فايدة كبيرة خالص، والبرتقال فيتامين سي، والفراولة طبعا مش حاطين كتير، حاجات بسيطة كده. ركنت بقى ده معاكم كده. وبصوا بدأت نجس كده الجزر بالشوكة واللحمة طيبة، وباين عليها يا جماعة بتقول انا دبت دوب. خلاص كده ايه كله استوى معايا، ومن الريحة اللي طالعة رهيبة. وادي الرز يا دوبك بنزحزح كده الغطا بينزل على البوتاجاز كده. الكبدة بقى والرز مفلفل معايا، واللون يا جماعة ما شاء الله. انا مفضل اللون ده بصراحة. حضر بقى كل ده كده، نبدأ ندخل ده في الشواية. نحضر الرز، نحضر بقى ايه كل ده معايا كده ما شاء الله. ادي البطاطس مقرمشة، وادي الفراخ، وادي اهوت الخضار بتاعنا اللي انا عملته. بعد ما خلصت كل ده قلت بقى ايه مش هينفع اللي انا ايه نستنى كده. حطيت زي ما انتوا شايفين كده الحتة الخضراء اللي انا حطاها ديت، علشان لو في اي مية وانا شغالة من البصل او اي حاجة. طبعا انا فرشاها على الغسالة جنبي في المطبخ، وحاطة عليها المواعين كلها اللي هي عايزة المواعين كلها اللي عايزة ايه تتصفى، علشان نوسع مكان وتكون الدنيا كلها حواليا فاضية وانا شغالة. ادي البصل يا جماعة غسلته غسلة محترمة، وقشرت بقى القشر اللي هو ما ينفعش والحاجات الدبلانة وكده. وطبعا بنشيل الحتة الأخيرة اللي هي عند الراس دي، أنا يا دوبك مطلعة منها الشرشوبة. وهنضرب بقى كمية بكمية. طبعا أنا كانش عندي أكياس تلاجة، بس عندي أكياس نضيفة حلوة بنجيب فيها طبعا الخضار والحاجات دهيت. طبعا أنا بنكون شطفاها ومحضراها عندي، بس بصراحة مش مستحبة يا جماعة. بنبدأ بقى اللي احنا نفرط.
بصوا بقى بدأت اللي انا نطبطب عليه كده علشان عايزاه يكون عامل زي اللي هو الطبقة الرقيقة خالص يا جماعة. وادي برضو كيس انا خلصت منه كده، وهنبدأ اللي انا كده ايه اول ما نفتحه هيبدأ يتكسر معايا. هناخد الحتة البصلة ونعمل بيه. هنركن بقى كل ده كده. طبعا هو كان هيبوظ معايا كده البصل لو استنى اكتر. طبعا انا هنسيبه. طبعا ده هيتعمل على كذا فترة، كل يوم بصلتين تلاتة او كل 3 ايام نص كيلو. فكان هيتهدر معايا، فقلت بقى ايه لما نفرمه كده هيعيش معايا. طبعا لو عندكم شوية بصل مزرعين او شوية توم زي ما قلت لكم، بتحاولوا ان انتوا تقشروا التوم وبتعملوه بالطريقة اللي انا عملته، والله جميل يا جماعة بصراحة. هنبدأ بقى ايه نخرط واحدة واحدة كده، واللي انا محضراهم دول مغسولين على التخريط على طول. ولو عايزين كنتوا تخرطوا منه جوليانو كده للكشري، يطلع برضو يتحمر، يتحط عليه شوية نشا وشوية دقيق ونطرة من السكر، ويتحمر ويتقرمش يا جماعة كأنه لسه طالع. الحفظ في الفريزر مش بيخلي أي حاجة طالما طلعت، ما بيخليهاش تنزل العصارة اللي فيها طالما طلعت إيه زي ما هي كده. بصوا بقى وقع مني كده وانا بنحط بالمعلقة. انا كنت تعبانة طبعا ومرهقة وعايزة نقعد. وادي علبة انا بنحط فيها برضو كده، نسحب منها كل حاجة. طبعا زي ما انتوا شايفين انا غاسلة كل حاجة قبل ما نعمل الاكل او اي حاجة من ديت علشان تكونوا شايفين. مسكت بقى كله كده، بدأت اللي انا نعبي واحدة واحدة. كل مرة بنعمل حاجة علشان نسحب منها على طول. هنقسمها بقى ايه على رسمة خرط كده او مكعبات. بصوا بعد ما قفلت قلت بقى ايه نعمل الفكرة ديت علشان لما بيدخل الفريزر بيجمد. هنقسم بقى واحدة واحدة كده، لان الكيس بيكون سهل لما بيتفتح معايا بيبدأ البصل بيخروش كده يتقرمش معايا ويعمل ينزل قطع قطع. وجبت طبق كده زي ما انتوا شايفين برضو هنحط فيه ايه حبة بصل. طبعا كل ده علشان انا ما عنديش اكياس، قلت بقى نعمل كده. طبعا لو في اكياس كان وفر كتير وعلبة. بس والله بجد يا جماعة اللي انا عملته ده سبحان الله. عندي بقى اكياس من اللي هي الصغيرة اللي بنجيب فيها ايه اهي. بصوا محتفظة بيها ونضيفة. واحدة واحدة بدأت اللي انا ايه نحفظ معاهم، نحفظ كله كده فوق بعضه. هنخرط بقى ايه اخر مرحلة هنعمل فيها اللي هي بتاعت تتبيلة الفراخ. هنضربه جامد يبقى فيه عصارة المية. ما شاء الله بجد بجد بصراحة يتبل فيه البانيه والفراخ وكل حاجة. ولو عايزين تصفوا منه المية المرحلة الأخيرة دي تصفوها عادي، بصراحة هتكون جميلة. البصل يا جماعة ممكن يتشال برضو لو هو مثلا هيتهدر معاكم في البلكونة او بدأ يفضي وعدى ميعاده بيبدأ يفضي وبيبوظ. بتقشروه البصل الصغير اللي هو بتاع الشوربة برضو، وبتتشال الواحدة كده ايه في الكيس متقشرة، وقاطعين الشرشوبة اللي فيها ومن فوق ومن تحت، وغسلينه غسلة حلوة ومنشفينه وحاطينه في كيس. اتاخد منه بقى للشوربة، يتحط منه على خضار على عدس برضو، ما بيقللش من قيمة البصلة خالص. شوفوا الكمية دي انا عملت بيها حبة حلوين يتعمل منهم كمية كويسة ما شاء الله. بصوا خلصت بقى معاكم كده، وربنا كان يوم جميل بصراحة. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. وطبعا حبايب قلبي انا هنبدأ بقى نرص كل الحاجة ديت كده مع بعضيها وتتحط في الفريزر. عايزاكم بقى كده ايه، عايزة اشكركم اول حاجة على كل اللي بتعملوه معايا وعلى الاشتراكات اللي انتوا اول باول معايا. وشكرا لكل التعليقات الحلوة بجد بجد بفضل ربنا ثم فضلكم. عايزاكم كده بصوا ديت برضو انا خدتها كده قسمتها، هي اللي كنت بنقول لكم مش فاكرة انا عملتها في انه وقت بالظبط.
مش عايزة بقى أقطع الشكر، لأ شكرا لكل اللي عملتوه معايا. يا رب فيديوهاتي تكون عند حسن ظنكم، ويا رب كده يكون كل جديد بيوصل لكم. عايزاكم يا جماعة تزودوا المشاهدات، ويا رب نكون كل حاجة بنعملها عند حسن ظنكم. وشكرا شكرا من القلب بجد، من قلبي بجد، شكرا لكل الاشتراكات اللي زادت. أنا دلوقتي عيلتي بقت كبيرة وزادت عندي. كلهم أصدقائي وحبايبي واخواتي، وفي ناس أنا معرفهمش اشتركولي، وفي ناس أنا ممكن تكون فيديوهاتي مرت عليهم وجات كده وشافوها. يا رب نكون عند حسن ظنكم. وادي العلبة عشان ما تعملش ريحة. ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. السلام عليكم.